ربنا وعده وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. وسيدنا النبي فضل رافع إيديه لحد ما رداء الشريف وقع على الأرض وظهر بياض إبطيه الشريفتين، ويبكي ويقول اللهم إن تهلك هذه العصبة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. وسيدنا أبو بكر يطبطب عليه ويقول له أهون عليك، ألم يعدك ربك حقا؟ هو ربنا مش وعدك إن أنت تنتصر؟ لكن التضرع أمن يجيب المضطر إذا دعاه. من عطاء الله السكندري رحمه الله قال إذا أردت ظهور مننه عليك حقق الفقر والفاقة لديك. ما هو ما فيش غني بيطلب من غني، لازم تبين انكسارك، لازم تبقى فقير عشان تاخد من غني. إنما غني وغني أنت خلاص، طب أنت مستغني عنه بتطلب ليه؟ عشان كده أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. عشان كده لقد نصركم الله ببدر وأنتم ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. إيه الفرق بين الاثنين؟ أن هنا في قلب صدق وتذلل وخضع وانكسر، وهنا في قلب بيقول لك اعتمد على الأسباب. إحنا 2 مليار ونص مسلم، إحنا لو اتحدنا خلي لو، طب هو فين أصلا؟ لكن لو 100 صدقت بقلوب صادقة وتضرعت وتوجهت إلى الله سبحانه وتعالى على نحو التأييد والتمكين، لا شك أن الله سبحانه وتعالى يحقق له الوعد. عشان كده قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة